من أكتر الحاجات اللي تخلي الناس تحبك وتتعامل معاك وتحب قعدتك إنك تذكر الحاجة الحلوة في كل إنسان، بشرط تكون فعلا حاجة موجودة فيه ويكون هو متميز فيها. حتى لو في صفات كتير حلوة بس الحتة دي بالذات هو متميز. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيذكر الحاجة الحلوة في كل واحد، فيبقى قاعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ويتكلم عن الصفة المميزة في كل واحد فيهم، مع إنهم صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، وصفاتهم طبعا هم أفضل البشر بعد الأنبياء. فنلاقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. أفرضهم يعني أعلمهم بالفرائض اللي هي المواريث. ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين الصفة المميزة في كل واحد. هل سيدنا أبو بكر مثلا ما كانش يعلم بالفرائض؟ ما كانش يعلم بالحلال والحرام زي سيدنا معاذ بن جبل؟ لا، كان بيعلم، لكن الصفة المميزة في سيدنا أبو بكر إنه رحيم، فيبينها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويبرزها. سيدنا عمر كان أشدهم في دين الله. هل سيدنا عمر ما كانش يعلم بالحلال والحرام؟ هل سيدنا عمر ما كانش عنده حياء؟ لا، كان عنده، ولكن الصفة المميزة الأكثر فيه إن هو شديد في دين الله سبحانه وتعالى. مهم جدا إن احنا نبين الصفة الحلوة في كل واحد ونركز عليها. واحنا في البيت عندنا مثلا كل واحد مننا عنده 3 أولاد 4 أولاد، ربنا يبارك للجميع. كل واحد في أولادنا مميز في حتة، الحتة اللي هو مميز فيها دايما اذكرها له، هتلاقيها تزيد ويحاول ينمي نفسه أكتر علشان يكون عنده صفات أكتر. كل واحد مننا مميز في جزئية. لما تقعد مع حد ويكون ليك أكتر من صاحب وأكتر من حبيب، مهم إنك تميز له الصفة الحلوة اللي فيه علشان تزيد وهو كمان يفرح والعلاقة تكملي بالود، بس بشرط يكون الصفة دي فعلا موجودة فيه، ما نبقاش احنا بنفتعلها أو بنقول حاجة مش موجودة علشان مهم الصدق في الأمور. ودي من أهم مبادئ العلاقات أو من أهم وسائل كسب القلوب وجذب القلوب.